في وجع محدش بيشوفه. لما الناس تسيء فهمك تحس إنك بتصرخ جواك ومفيش حد سامعك. تبقى نيتك خير وهما شايفينك شر. تبقى بتصلح ويتقال عليك مفسد. تبقى طيب ويتقال عليك ساذج. وتفضل تسأل نفسك، أنا غلطان ولا هما مش شايفيني صح؟ افتكر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان أصدق إنسان، أنقى روح، أعظم قلب، ومع ذلك اتقال عليه ساحر، مجنون، كاذب، شاعر. وهو اللي عمره ما كذب ولا أذى حد ولا خان حد. كل ده اتقال عليه من أقرب الناس ليه، من بلده، من عيلته، من اللي كانوا بيقولوا عليه الصادق الأمين. ومع كل ده كان ثابت، ما وقفش يشرح نفسه لكل واحد، ما قعدش يرد على كل تهمة. ليه؟ لأنه كان عارف إن ربك أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ربنا شايفك، فاهمك، وده كفاية. الناس ممكن ما تفهمكش، بس ما تخليش ده يكسرك. خليك واثق إن ربك أقرب ليك من كل اللي حواليك، وهو اللي عارف نيتك، عارف وجعك، وشايفك كويس. النبي كمل رسالته، ما استناش تصفيق الناس ولا تأييدهم ولا حتى رضاهم. وكان دايما يقول اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت أرحم الراحمين. فلو اتفهمت غلط، لو حد ظلمك، لو حسيت إنك وحيد في وسط الناس، افتح قلبك لربك وقول له كفاية إنك فاهمني يا رب. مش لازم تشرح نفسك لكل الناس، بس كن صادق وسيبها على الله. ربك هو اللي بيدي الحق لأصحابه ولو بعد حين.